صحتكم. إذن كاين البارح شرحنا فكرة تمدد الكيان، وبعد زدنا شرحنا فكرة التأميم الثاني للغاز. على الرغم من بساطة الأفكار وقبول العقل لها، يعني الأفكار احنا اللي نقولهم على الرغم من أنها أفكار جديدة، أفكار في بعض الأحيان ما نقولوش شاذة لكن نقولوا مختلفة، إلا أن العقل يقبلها، لأن الجغرافيا والطبيعة والعادات ومنها ما تتعارضش معها. يعني ثاني البارح تأكدت فرضية التصريحات تاع المسؤولين المغاربة تتوالى، وحاول تأكد على أنه السبب في تطبيع وما ماشي تطبيع. أيضا الفكرة الأخرى اللي ما مش فاهم علاش ما مشي يقبلوها، وهي لما تتحدث عن المغرب ما تتحدثش عن التطبيع. هناك اندماج يا جماعة، الناس ماهيش فاهمة، مش عارف علاش الأفكار اللي نقولوهم احنا شغل في الإعلام الجزائري مرفوضين، غير مقبولة الأفكار تاعنا، ما يسوقوهاش، ما يهضروش عليها. ما تهدرش عليا أنا، معليش، أنا ما يهمش، أنا ما تجبدنيش، ما ديرليش بيبليسيتي، ما تذكرنيش بخير. يعني ما صراتش غير معايا أنا، صرات مع وين بان علماء وتعرضوا للتهميش والإقصاء من طرف الإعلام الجزائري، حتى الرئيس تبون، يعني الرئيس تبون تعرض للتهميش والإقصاء، يعني على بالو باللي الإعلام الجزائري هكذا مديور. إذن حتى فيما يخص المغرب وعلاقته بالكيان، حنا قلنا لكم بالعربية الفصحى أن المسألة لا تتعلق بالتطبيع، وأن التطبيع في هذا الزمن لم يعد خيانة. أنت لما تتهم المغرب بالتطبيع راح تضره، يقول لك على غير أنا، هاي موريتانيا مطبعة، هاي تونس مطبعة، تونس مطبعة، هاي كل الدول العربية تقريبا ما عدا الجزائر مطبعة. إذا إصرار الجزائر على اتهام المغرب بالتطبيع هو تقليل. لما المغربي يخرج يقول لك أن الجزائر هي سبب التطبيع مع إسرائيل، خطأ، أو يمينيميزي في لي ديغا، أو يستهتر بموقفه، أو ما كاش تطبيع، كاين دفاع مشترك يا جماعة. التطبيع وشنو هو؟ هو أنك دير اتفاقية سلام مع الكيان، ما تضربه ما يضربك، هذا هو اتفاقية سلام، هذا يسمى تطبيع. بصح الأفظع من التطبيع وشنو؟ تقول له اسمع، أنا ندير معك دفاع مشترك. وش معناتها؟ معناتها إذا صرا لك بروبليم أنا نتدخل ونساعدك، وإذا صرا لي أنا بروبليم أنت لازم تاني تتدخل وتعاونني. إذا المسألة مع المغرب تجاوزت التطبيع، ماناش نهضروا على التطبيع، ورانا نهضروا على خطوة جديدة تؤكد على أنه هناك اندماج. وش معناتها اندماج؟ معناتها التطبيع هذا راه حدث في عهد السادات، ولا حاجة طبيعية. ما حدث بين الدول العربية والكيان هو أفظع من التطبيع، وهو الاندماج، يعني دفاع مشترك، يعني الكيانات اندمجت. ولهذا التحليل تاعهم غلط. هما على التحليل تاعهم غلط في القنوات سواء الرسمية أو الخواص في الجزائر، القنوات الخاصة، لأنهم لا يعترفون بالحقائق، مش حابين يعترفوا على أنه ما يربط المغرب والكيان ما هوش تطبيع، وإنما هو اندماج. إذا تقول لي على ما راهمش يهضروا عليها، لماذا ما يهضروش على النقطة هذه؟ لأنك أنت يا حبيبي راك سابقهم، مستحيل يعطيك une certaine crédibilité اللي ممكن فهمت، وما يقدرش يذكرك بالاسم، بصح ما يقدرش يذكر أفكارك. بمجرد ذكر الأفكار كأنه ذكرك بالاسم، أنت راك سابقه في التحليل، وهو راه يشوف الأحداث تتحقق أمامه، ما يقدرش يذكرها، ما يذكرهاش، ما يقدرش يذكرها. ولهذا هناك كأن هناك إرادة في حرمان الشعب وحرمان السلطة السياسية في البلاد من هذه المكاسب، مثلا التأميم الثاني للغاز، وحرمان الجزائر من إدارة ملف العلاقات المغربية الجزائرية
وكما نقولوا احنا وضع المغرب في خانة المنبوذين بسبب اندماجه مع الكيان وغيره. بسبب تحرم الجزائر من تحقيق مكاسب لا لشيء سوى لأجل منع تسويق أفكار شخص ما. هذه هي الفكرة. ممكن راهم يديروا هكذا باش مثلا يغطيوا على الدور الجزائري، ومنهم مش حابين يعطوا يعني صدى للدور الجزائري واكثر. لكن يا اخويا الشعب الجزائري محتاج انه يفتخر ببلاده. على تحرم الجزائري من انه يكون فخور ببلاده وفخور بالانجازات اللي تحققها بلاده. علاه؟ نورمالمون لا، نورمالمون نحن لا نريد بيان رسمي من الدولة الجزائرية تعترف بالتأميم الثاني للغاز، لكن على الأقل إشارات هكذا في البلاطوهات منا للفكرة ماشي للشخص. انتم على بالي تعارضوا التونسي وتعارضوا المغربي واللي قال زوج كلمات تعارضوا وتفتحوا له القنوات، لأنه على بالي أنا ما ننتظرش منكم يعني تفتحوا يعني الأبواب باش واحد يعبر. ما على بالي بها هذه صارت من العربي بن مهيدي كان مازال له حي وكان يعاني أو يعاني منكم. العربي بن مهيدي لو كان مازال له حي، لو كان راهو يعاني، لو كان راهو سفرة معكم. إذا هذه الأفكار هذه ما هيش ملكي أنا باش ما تسوقهاش. أنا لا أمتلك الأفكار، مش أنا اللي اخترعتها، أنا اكتشفتها فقط. هي كانت موجودة، أنا اكتشفتها. الجزائر تضيع فرصة كبيرة في راهي تضخم الجزائر نفسها في مواضيع ما عندهاش ركائز من أجل التضخيم، وراهي تضيع على نفسها فرصة مش من أجل التضخيم، من أجل ذكر الحقائق. التأميم الثاني للغاز حدث يا خاوتي، وش بكم؟ الكيان مع المغرب ما كانش تطبيع. يكذب عليكم الكاذب اللي يقول لكم بين المغرب والإسرائيل كاين تطبيع. هذا تقليل من الخطوة الخاطئة والمشينة والشاذة اللي دارها المغرب. يعني المسألة تتعلق بتطبيع باندماج. رانا نهضروا على عصر الاندماج مع الكيان. عصر التطبيع وفات، بدا فيها السادات الله يرحمه، هو اللي ابتكر، هو اللي دار هذه البدعة السيئة، فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين الحقيقة. لكن السادات كان أرحم. السادات دار التطبيع من أجل استرجاع أرضه، شد مد. لكن هادو راهم يديروا اندماج من أجل تثبيت أنظمة حكمهم. يعني الاتفاقيات اللي عقدها الكيان مع المغرب والإمارات والكثير من الدول تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى بحث. فهمت؟ إذا الجزائر الإعلام، احنا الجزائر على بالنا في تسيير شؤون النظام راهم مقدرين الوضع التقدير الصحيح، وهو أنه حدث التأميم الثاني للغاز، والعلاقة بين المغرب والكيان علاقة اندماج والآخر. شوف الجزائر لو كانت تتبنى هذه الأفكار كيفاش ستنتصر إعلاميا على الخصوم نتاعها وتوضعهم في موقف حرج وتخليهم متضائلين. يعني دبلوماسيا واعلاميا في العالم العربي راح يكونوا يظهروا بالحجم الحقيقي تاعهم. وهي فعلا انه هذه الافكار هذه من المفروض انها كانت تسوق. انا نشوف ناس يذكروا افكار ما تبانش مع الافكار اللي قلناها، لكنهم يسوقوا لهم افكارهم ويهضروا معهم ويعرضوهم ومنا وكذا، وانت تكتشف لهم اسرار الغرفه المظلمه تحطها لهم بين يديهم، فاذا بهم امبارقوا على الافكار تاعك ولا واحد يهضر عليها. تقترح عليهم افكار يقولوهم يديروهم، مثلا بعض الافكار في تسيير الشان العام وغيرها يهضروا عليهم وينفذوهم في بعض الاحيان. بعض الافكار فيما يخص تسيير شؤون النظام مضطرين باش يديروهم، لانها احنا لقينا فيروسات. انا استطيع ان اتنبأ لما استطيع ان اتنبأ بالخطوه التاليه اللي ممكن ديرها الجزائر. انا كي نهضر لك عليها انت ديرها، بس راح ديرها ماشي محبه خطر فيا، لكن انا قريت لك مسارك وعرفت الخطوه المواليه، انت ما تقدرش ما ديرهاش. اذا المشكل هذه هي المشكل، أن الجزائر فعلا كان بإمكانها إدارة أزمتها مع المغرب، ولا
ولا إدارة الحرب الإعلامية، ولا تجنيد الجبهة الداخلية أفضل، ولا إذا. لكن للأسف مش، أنني فاهم الوضعية، ماشي زعما متفاجئ ولا. فهمت، أنا إنسان أدرك عارف طبيعة الجزائر والنظام والإعلام كيش داير والسلطة كيش تتعامل مع الناس، وعارف يعني ماشي مفاجأة بالنسبة لي. فهمت، مانيش متفاجئ يعني، ومانيش نشكي يعني، ماشي شكوى هذه. لا اشتكي، أنا ما عنديش، عادي. المهم الجزائر تربح بيا ولا بلا بيا، المهم. فهمت. لكن احنا واش نقولوا يعني، افكار باينه، التعليقات ما مشي بانوا لي. علاه ما كاينش تعليقات؟ علاه ما كاينش تعليقات؟ التعليقات ما مشي بانوا، ما فهمتش. السينيال مع الصباح، ما ترقدوش. مش عارف اذا فهمتوا الفكره ولا. هي عادي يعني، حاجه طبيعيه يعني، ما فيهاش، مانيش متضايق منها يعني، صراحه نورمال. لست متضايق، لكني متاسف لانه على كان ممكن يعني ان اداره الاخر تكون افضل. كان ممكن يعني، للاسف الشديد. انا ما يشتبان لي المباشر تاعي في الصفحه تاعي، انا ماهوش يبان. راك تشوف، على بها راكو غير 200 انا مانيش مبان لروحي باللي راني لايف. عجايب، سبحان الله وبحمده. تحير يا خويا، والله غير تحير. هاي الصفحه تاعي، هاي اخر فيديو ليا هو هذا. اكتواليزي ولا دبر راسك، ما كاش. انا مانيش مبان الان باللي راني مباشر. امن ولا خبط راسك. دوك مثلا الواحد يدخل الصفحه تاعي، ما جاتوش لا نوتيفيكاسيون، ويقول باللي هذا مؤلف يدير الفيديوهات الصباح، هيا ندخل الصفحه تاعو نشوفوا اسكو داير فيديو ولا لا. ما يلقانيش. يلقاني ما كاش، ماشي لايف. مانيش لايف انا بالنسبه ليه. كي يدخل الصفحه تاعي يلقى الفيديو الاخر هو يوم الاثنين تاع البارح. يعني هذه القله القليله اللي يتبع فيها هي اللي وقيلا لحقت لكم نوتيفيكاسيون ولا جات التعليقات ما مش يبانوا. ها، والو ما كاش. مانيش نبان، انا مانيش نبان لروحي بلي راني لايف. يعني حال كيفاش نتوما عرفتوا بلي راني لايف؟ والله ماني فاهم. عجايب، سبحان الله، لا اله الا الله. سناسي نبارطاجي في الفيسبوك. دقيقه خاوتي، لو كان بارطاجيت في الفيسبوك دوك باش نلقى له ليان باش ندخل للصفحه تاعي. انا كي بارطاجيت في الفيسبوك راني راح ندخل لللايف. عجبه دوخه، مخك يحبس. هاني دوكا دخلت ما اسمح لي تشوف، هاني دخلتها. دوكا باش ندخل التعليقات، وين راح ندخل التعليقات؟ ما كاش. تعليقات لا توجد. باسكو علاه كاين بعض الناس ما تفهمش، يقول كيف انت يا ما. يعني فاهم فيك. انا انني نبحث على الصفحه تاعي في اليوتيوب مانيش لاقيها. الصفحه كاينه بصح البث المباشر ما كاش. هذه الصفحه تاعي راني في لاباج داكاي تاع الصفحه تاعي في اليوتيوب. راني حاب ندخل للبث انا عن طريق هاتف واحد اخر، مانيش قادر، مانيش نشوف روحي مباشر. انا والكونت نتاعي. ها، راني لايف شحال عندي 19 دقيقه. هاني داير اسكو كاين ديريكت. ها، انا ابحث عن لي فيديو ديريكت، ما كاش. سيدي كاع لي فيديو ما كاش. ما كاش كاع ني فيديو ني بث مباشر، ما كاش بث مباشر. تعتيم كبير. تعليقات مانيش نقرا خاوتي، ما تبان لي التعليقات. نروح ونعاود نولي. كيف تعليقات ما كاش. كاش تعليقات، مانيش نشوف شكون تقولوا كاع. والله ما فهمنا كاع.
عجائب، سبحان الله. هذا ماشي الأمر الأولى اللي تحدث، هذه ولفناها على كل حال، شحال من خطرة تحدث. ما كاش، ما يديرش فئة قليلة اللي تكون ولي النوتيفيكاسيون ما يلحقوش الناس كاع، ما يلحقوش الناس كاع لي نوتيفيكاسيون، ما يلحقكش لا نوتيفيكاسيون ما تلحقكش، ولما تبع تجي تقرعج على الصفحة اشكو راني لايف ولا لا، تقدر تبان لك، تقدر ما تبان لكش. ما يقدروش يحجبوها كاع على الناس، بصح يحجبوها على نقول حنايا 70% من المتابعين تاعك منا ما. اذا فاش نعاودوا نقولوا الموضوع، سمحوا لي التعليقات تاعكم مانيش نقرا فيها للاسف الشديد. انا نحب كي ندير لايف انه يكون مالوريزمون ما كاينش تعليقات. اذا هذه الفكره يعني ماشي متضايق، لكن على بالي باللي هكذا تمشي البلاد وهكذا للاسف الشديد، لكن مالوريزمون الجزائر هي اللي خاسره، باسكو انت كي تمد فكره باينه تاع سلوفينيا جارت ايطاليا تحصل على الغاز نورمالمون، ما تجيش ليك باش تحصل على الغاز، نورمالمون تروح تكونتاكتي طاليان هي اللي ولهذا قلت لك انا فيما بعد الازمه، الغاز النيجيريا لازم يكون بنفس الطريقه. لازم النيجيريين اذا حبوا يمرروا الانبوب تاعهم عبر الجزائر، لازم الجزائر تشري الطاقه النيجيريه وتتحكم فيها. ما لازمش تكون الجزائر ايطاليا تاع نيجيريا، ما لازمش نكونوا مجرد موزع، لا لازم نكونوا مالكين للطاقه. واش معناتها الطاقه تاع نيجيريا تتدفق في الصحراء، كانك نقلت ابار النفط والغاز النيجيري نقلتهم الى الجزائر. اذا احنا لازم نتعاملوا مع الغاز النيجيري اذا حب يمر عبر اراضينا بنفس الفكره. واش هي؟ لان الجزائر ما تكونش منطقه عبور فقط، وانما تكون فعلا كما نقولوا حنايا تملك الطاقه، واي دوله تحب تحصل على الطاقه تتصل بالجزائر، والجزائر هي اللي لديها السلطه في ابرام عقود مع الدول التي تريد الحصول على الطاقه النيجيريه. اذا احتياطات الجزائر بالنسبه للطاقه سترتفع، فهمت؟ سترتفع بشكل كبير. لماذا؟ لانها ستحصل على طاقه ماشي تاعها، فهمت؟ باسكو انت لو كان تكون تقبل نفسك منطقه عبور، يولي الغاز النيجيري ينافس الغاز الجزائري، يولي الغاز النيجيري ينافس. وعلاش المغربي راه حاب ينجز الانبوب عبر بلاده؟ لانه باش يكسر احتكار السوق، لان اوروبا كلها عندها تبعيه طاقويه للجزائر، اوروبا تابعه طاقويه للجزائر. التبعيه هذيك ما كانتش تاثر، لانه كان اتفاقيه الانابيب كانت مجحفه وكانت لصالح اوروبا. بصح دوكا راه تم التاميم الثاني للغاز. واش معناتها انه اوروبا تجسد فعلا تبعيتها الطاقويه للجزائر، يعني مصير اوروبا كله راه بيد الجزائر. يعني مستقبل الاقتصاد ومستقبل دخول. اذا الجزائر ممكن تلعب دور كبير فيما بعد في تاخير كما نقولوا حنايا الاله الانتاجيه تاع اوروبا، تعطيلها، المساهمه في تفكيكها. هناك ادوار كبيره تلعبها الجزائر من اجل تحقيق هذاك الانتقال الى العصر الالكتروني والنظام الدولي الجديد. لعبه كبيره، لكن للاسف مش عارف، ممكن هما في الجزائر ما مش حابين يرفعوا الوعي تاع الناس، ممكن ما مش حابين يكشفوا اوراقهم، ما مش حابين. اسمع، هناك مساله، بينما لو كان انت تامن بهذيك الافكار وتعززها، راح تشوف انت ماكش انت زعما اللعبه اللي راك تلعبها، زعما انت راك تخبيها على امريكان مش في قتلنا. مثلا خلينا من امريكان رانا في تحالف كما نقولوا احنا معاها في بورلمون من اجل دوله كفرنسا، المانيا، ايطاليا. زعما راكم تخبوا عليهم، دايرين في بالكم باللي ما على بالهمش. دوله كاسبانيا مثلا ماهيش عارفه حقيقه الدور الجزائري في المساهمه في صناعه النظام الدولي الجديد، ماهيش فاهمه باللي الجزائر استطاعت فعلا تغيير مسار الطاقه والتاميم الثاني للغاز. بصح انتم على من راكم تخبوا هذه الانجازات هذو؟ على من راكم تخبوهم؟ راكم تخبوهم على الدول، يعني خايفين انه الدول تثق بكم؟ على بالهم كاع كلش اللعب على المكشوف. سباق الفوز بنقطه سقوط الصين عند في البلدان، هذا السباق راهي محموم، كل الدول راهي تسعى باش تكون هي نقطه السقوط. اكبر منافس لنا احنا هو السعوديه حابه تكون هي نقطه السقوط. وعلاش السعوديه راحت سرقت من الجزائر قمه العرب الصين؟
قمة العرب الصين كان من المفروض أن تنظم في الجزائر. على السعودية سرقت منك تنظيم هذه القمة؟ هي باش هي حابة تكون نقطة سقوط الصين. يعني أنت واش راك حاب تخبي؟ أنت الحاجة اللي تخبيها حاب تخبيها مع الدول والحكومات والأنظمة والاستخبارات تاع الدول المختلفة والآخر كاع على بالهم، على بالهم، وعندهم مراكز دراسات يقومون بتسويق الفكرة، على بالهم. اللعبة راه على المكشوف. وتقول لي وزير في حكومة ما يكونش على باله؟ صحيح. إذا أنت اللي راك تخبي هذه المعلومة وراك تحافظ عليها، ما راك تحرم نفسك من إعادة الاعتبار لك أمام شعبك وأمام الدول الإقليمية. لازم الجزائر تعرف اش راهي دير وتعرف اش الخطأ. خويا الجزائر على بالها واش راهي دير. الجزائر ماشي راهي تحقق مكاسب وماهيش على بالها، لا على بالها. احنا على بالنا واش رانا نديرو. لازم الدول تحترمك. ما تقولش والله الجزائر يتحقق انجازات وما على بالهمش دواب، دي ماشي مليحه. لازم رئيس دوله ثقيله عظيمه في العالم لما يجي الجزائر يكون على باله باللي احنا على بالنا الوزن تاعنا في العالم هذا وشنو هو. وهذه بومدين دارها في الدبلوماسيه تاعو. واش معناتها بومدين؟ في بعض الاحيان كان يتعمد اطلاع الخصم على افكاره وعلى خططه. كان بومدين كان يضطر في بعض الاحيان باش يبين للخصم تاعو انه هو على باله، انه على علم، على باش يكسب احترام الطرف الاخر. صح تظاهر بالضعف مليحه، بصح رانا في حمله وين يجب تجاوز مرحله التظاهر بالضعف. مرحله التظاهر بالضعف انتهت خلاص بالنسبه للجزائر. ما تقوليش راح ندخل غمار العهده الثانيه بالتظاهر بالضعف، لا لا. اذا انت المجتمع الدولي يحترمك لما تكون عندك افكار، وهذيك الافكار انت عارف قيمتها، يحترموك. مثلا ممثل الجزائر في الامم المتحده بن جامع هذاك، علاش الناس دايره طابور هكذا، دايره لاشين باش تجي تخمس معاه؟ لانه ما كانش يستهزأ بذكائهم، كان يلعب كارت شرطاب. كارت شرطاب ما فيهاش كاش ينافق، كان على باله واش يدير. اسمع، الجزائر تريد ان تحصل على كذا وكذا، وتريد الوصول الى كذا وكذا، وعملت ونورمال ونجحت، فنالت احترام المجتمع الدولي. المجتمع يوقف لك. علاه؟ لانك عندك افكار وماكش وعندك فكره تدافع عليها. شوف الاحترام ما من الناس في المجتمع تاعك في حومتك منا، لما الانسان يولي صاحب فكره ويدافع عليها يكسب احترام الناس. لما يعود عنده فكره يدافع عليها يكسب احترام الناس. الناس تولي تحترمك بس كنت صاحب فكره راك تدافع عليها. حتى لو كانوا مش متوافقين معك في الفكره فانك ستكسب احترامهم. هي مخدومه هكذا الدنيا هذه، الشخصيه المعنويه تكتسبها. مثل الجزائر افكارها يجب ان تدافع عليها. تأميم ثاني للغاز، الجزائر الصين ونقطة سقوط وهمزة وصل بين العالمين عندك ما تخبي. اللعبة راه على المكشوف يا حبيبي. تاع بالك السعودية ماهيش فاهمة ولا؟ تاع بالك راك تخبي، شوف راك تحرم نفسك من مكسب وانت تعتقد على انك افكار. ما كاش حقوق ملكيه، ما كاش حقوق ملكيه في الافكار. فهمت؟ ماكش مضطر باش تجيب صاحب الفكره من اجل تسويق للفكره، ماكش مضطر. يقدر الفكره يتبناها شخص واحد اخر ويقولها. ماكش مضطر انك انت وشنو سيفري. الله غالب لما يذكر الانسان يتبنى فكره ما ويقول هذه فكرتي ويبدا يسوق لها، الناس والمتابعين ومنا يقولوا له قيو. علاه؟ لانه لو كنت انا نهضر في دائره ضيقه يتبعوني زوج عباد، سيفري تسرق الفكره وتقول بلي تاعي لا بصح دوك الان كبرت الاسره تاعنا كبرت. الافكار اللي رانا نقولوها انتشرت بشكل كبير رهيب في المجتمع. دوك تروح تهضر مع خضار يحكي لك على سقوط الصين في الجزائر،
تروح تهضر مع كردوني يقول لك وي التأميم الثاني للغاز. تروح تهضر مع تاكسيور يشرح لك الخطط الاستراتيجية اللي من المفروض انه هذه المعلومة تكون محتكرة لدى مراكز الدراسات الدولية. وهذه لا ديموكراتيزاسيون دو سافوار، يعني انت تكون ديمقراطة المعرفة والعلم والإدراك وحوايج من وهذا دليل على أن النخبة مطالبة ببذل جهد أكبر. لأن النخبة وقتاش تحافظ على مكانتها كنخبة؟ لما تشوف لتحت الشعب تلقاه وعي تاعو بعيد ضعيف. بصح أنت لما تلقى الوعي تاع الشعب تاعك ويزاحم فيك، أنت مضطر إلى أنك تبذل جهد أكبر باش تحافظ على موقعك كنخبة واعية زعما. ولهذا انت تشوف بعض الناس لما تقصر معاهم يلحقوني لي ميساج تاع ناس بسطاء، يعني في طريقه تحليلهم وهضرتهم تيقولوا بلي انسان بسيط، ويطرح لك سؤال معقد يعني كتاب منا ويقول لك يا نواري وقيل هاك غلطت وهاي كيفاش وقيل هذيك. يعني تشوف باللي هناك جهد يبذل عند الطبقه الشعبيه البسيطه، فما بالك بالانسان المثقف. المثقفين اللي راهم يتبعوا فينا ناس اللي قراوا في الجامعه، في داروا دراسات وعندهم محتلين مناصب ومن هكذا، تلقى المستوى تاعهم عالي جدا عالي جدا. كذب عليك. وشنو كاين للاسف الشديد؟ كاين معنا ناس مشوشين، ناس بقري، ناس حسادين ما يحبوش الجزائر توصل الى هذا المستوى. وكاين افكار كاين من كل النوع. اذا انت الافكار هذه تاع سقوط الصين في الجزائر والتاميم الثاني للغاز والاندماج مع الكيان وما شوف نعطيك فكره، لوطو طبخونيغيا وما شرحوهاش مليح، المقاول الذاتي وما شرحوهاش مليح. يا اخي فكره خرجت من الصفحه تاعنا، وقلنا لهم المقاول الذاتي مع المؤسسات الناشئه يجب ان يتكاتفوا الجهود باش يخلقوا ما يسمى لا ميزون غولاسيون، يعني الربط، يخلقوا فرصه ويخلقوا افكار للربط بين العرض والطلب. قلنا لهم انه لما الجزائر تركز على خلق هذيك الهمزه وصل راح تسقط رشوه المصالح، وراح تتحسن مستوى اداء القطاع العمومي، وراح تنقص البيروقراطيه والرشوه والمحسوبيه. يعني حتى في اصلاح المجتمع كاين بعض الخطوات كيديرهم فعلا تساهم في اصلاح كثير من الظواهر السيئه في المجتمع. قلنا لهم مثلا فكره اصلاح المنظومه الجمعويه وتحويل الى مناصب ماليه. هناك تقاطعات انت باش هذه لو كان طبقها لوطو انتربرونيا مع المؤسسات الناشئه، مع المؤسسات دو ميزون غولاسيون، مع الحركه الجمعويه، مع كذا، لو كان تطبق هذه الافكار هذه الجزائر قلع. المواطن البسيط يشوف الفرق، يحس بالفرق. المواطن البسيطه يحس، يقول لك الجزائر تاع البارح تختلف عن الجزائر تاع اليوم، هناك تقدم. ولهذا الناس للاسف الشديد هناك الامبارغو على هذه الافكار هذه، لا يجب التسويق لها. على انهم يخبوا مانيش عارف، هل راهم يحرموا؟ انا نقول لك المتضرر الوحيد الاول هو الرئيس تبون، لان حنايا رانا نقولوا هذا السيد ويخدم وهاوش راه يحقق من انجازات. انت لما ما تذكرهمش وتمينيميزيهم وتقعد تجوز لي في القنوات الناس تهضر وتعاود تكرر نفس الهضره، الجزائر العظيمه، ان الجزائر وبها وكانت وبادرت ومنا وكذا، واين الجزائر تسعى بتكرير شغل، تجيب ناس يعاودوا نفس الجمل بطريقه اللي مقززه بالنسبه للمتابع. ما واحد مسان تبون يكره. مش اللغه هذه اللغه تاع في عهد بومدين ما كانت تصرا هكذا. في عهد بومدين كانوا يشرحوا للناس حصات تشرح استراتيجيه الجزائر ها هي ومنا وبالدليل وبالبرهان ومنا، والناس المتابع البسيط يقتنع. وما وشنو يكونفلي لك راسك بالهضره وهي تعبير كتابي خالي اجوف. وانها عظيمه والجزائر استطاعت بفضل حنكتي. اشرح لي كيفاش الجزائر بفضل حنكتي استطاعت ان تحرر الحنكوش. اشرح لي فهمني كيفاش الجزائر استطاعت ان تتحرر من سياسه عقود الانابيب، كيفاش غيرت مسار الطاقه. ما تستهزاش بالشعب، الشعب واعي. الشعب دوك رانا في عصر الانترنت والناس تطالع عليه، تدخل مواقع تاع مراكز دراسات، هم يدخلوا يشوفوا قنوات اخرى
يشوفوا مستوى التحليل. روح شوف الاعلام المصري كيفاش يحلل خطوات الرئيس السيسي. تحليل خارج مجال التغطيه، تحليل فائق الفائقه، تحليل لا يختلف عن الزاحقه، تحليل خرافي. خطوه بسيطه باك يديرها السيسي يلقاو لها تحليلات عميقه جدا ومنها بالاقناع. ما تقدرش انت تواجه حروب الجيل الرابع بلغه الخشب. كاين ناس يتحارب فيك في المواقع وتريد تهييج الراي العام من اجل اسقاط نظام الحكم. انت ما تقدرش تواجههم باعلام مازال يستعين بلغه الخشب، وان التي هي التي كانت وبفضلها وتصدع الناس بكلام ما متبون كي يقعد يسمع لك ما يقتنعش، لانه على باله باللي تاك تهضر عليه غدوه ما تهضرش عليه. اعطوا الناس حقهم يعني. ها كيف انا بشر، انا نخمم. اشرح لي كيف التي كانت عظيمه هذه، اشرحها لي ا بلس بي. كيفاش الجزائر استطاعت ان تسترجع مكانتها في الساحه الدوليه دون التاميم الثاني للغاز؟ فهمها لي شو هذه. كيفاش الجزائر تسترجع مكانتها في الحوض المتوسط وما تقوليش السبب كيفاش. الفضل يرجع الى استرجاع سلاح الغاز. الغاز اصبح اداه سياسيه بحكم الجزائر. واحكي لي لا ديفيرونس كيفاش كانت بين الجزائر في عهد تبون والجزائر في عهد بوتفليقه. هنا الناس تقدر تدير المقارنه، انه في عهد بوتفليقه ما كناش عندنا القدره لاستعمال الغاز كسلاح، كورقه ضغط، كورقه من اجل فتح افاق وعلاقات جديده مع محيطنا. كانوا معيشيننا في كاجا منغلقين، نعرفوا غير فرنسا اسبانيا الطليان. هذا ما كان. علاه الطاقه اللي بنستعملها من اجل اننا نشق في العلاقات الدبلوماسيه افاق جديده مع دول ما كناش عندنا كاع علاقات معهم. هذه سلوفينيا هذه ومنها وين نعرفوا احنا ما كناش على بالنا كاع سلوفينيا وين جات كاع. كاين دول اخرى وش معناتها الجزائر تنفتح على العالم في العلاقات الدوليه تاع الجزائر. ما اصبحش الحديث على فرنسا. شفنا رؤساء كي تطرح له علاقات يبداو يقصروا مع الصحفي، يبدا يقصر مع الرئيس، اي رئيس يبدا يقول له العلاقات الخارجيه، علاقتنا مع المغرب، علاقتنا مع فرنسا، اي السلام عليكم. هذا هم ملف العلاقات الخارجيه ويهضروا شيء على فلسطين. بصح الان في عهد الرئيس تبون لما تفتح ملف العلاقات الخارجيه اخويا مع روسيا، مع سلوفينيا، مع ايطاليا، مع اسبانيا، وش معناتها رانا نخرجوا من الشرنقه اللي وضعونا في شرنقه، ورانا نكتشفوا العالم بثقافاته، لغاته، حضاراته. سلوفينيا نفهم وش معناتها وشو كيفاش، بلغاريا تاني ثقافتها، عاداتها، تقاليدها. ولهذا التلفزيون الجزائري من وظيفته انه يساهم في انفتاح الجزائر. انا حاب نعرف المجتمع الروماني كيفاش داير. احكي لي على رومانيا، العادات تاعهم، التقاليد تاعهم، حاب نفهم النشاطات اللي يحبوا يديروهم بالحد. دير لي بث مباشر من رومانيا، دير لي حصه بث مباشر من اسبانيا، معناتها تبعث مبعوثين غير في النشاطات السياسيه والنشاطات الثقافيه. برنامج صباح الخير لنهار يوم الجمعه ياتيكم مباشره من النمسا، وربورتاجات عن النمسا. ولا تعيشني في قوقعه تقول لي بالعالم هذا كله عباره عن فرنسا واسبانيا ايطاليا. هذا مكان خطا، احنا اللي غالقين على رواحنا. اذا من خلال استرجاع الجزائر لسلاح الطاقه اصبحنا نقدروا نشقوا طريقنا باش نبنوا تحالفات جديده كنا ماشي قادرين عليها. فهمت؟ الان واحد لما مثلا دوله مانيش عارف وين جات باش تحصل على الطاقه الجزائريه لازم تعبر عبر الجزائر. احنا كان عندنا كفيل، كنا مسلمين الطاقه تاعنا لاسبانيا، فرنسا وطاليان، نبعثوا لهم الطاقه يعطونا حقها وهما يدبروا راسهم. مال انت يا بلغاريا علاش جيت نيكوسي معك؟ ولهذا الكثير من الدول كانت تتخذ قرارات ومواقف تتعارض للمصالح العليا للجزائر. نورمالمون الدول هذيك قبل ما تتخذ قرار تخمم 100 خطره، هل ستغضب اصحاب الطاقه او لا؟ الان يفكروا 100 خطره. علاه؟ لانهم يخافوا من انهم يخسروا حاجه اسمها الجزائر، لان الجزائر اصبحت تربطها عقود مباشره مع الدول اللي حابه تستفاد من الطاقه الجزائريه، لان الطليان اصبح عباره عن موزع. فهمت باللي الجزائر في مرحله الاختناق الطاقوي استطاعت تحقيق مكسب سياسي كبير وهو التاميم الثاني للغاز. فهمت علاش لازم تهضر على التاميم الثاني للغاز؟ لانه مرتبط بالعلاقات الدوليه، مرتبط بالدور الجزائري في تفكيك الاتحاد الاوروبي، مرتبط بقدره الجزائر على اخراج روسيا من وحل اوكرانيا.
احنا نقدروا ناثروا الان على الكثير من الدول من اجل الاعتراف بالقضيه الفلسطينيه. الان الجزائر لما ترفع شعار القضيه الفلسطينيه، الكثير من الدول تخاف تعارض الموقف الجزائري. على لانه مربوطه بعقود طاقه مباشره مع الجزائر. بكري ما كانوش دايرين لك حساب، لانه كانوا يتفاهموا مع الموزع. الطاقه تاعك ضامنينها، ما على بالوش بيك كاع، وما يعرفش كاع الجزائر وين جايه في الخريطه. هو بالنسبه ليه الطاقه موجوده في ايطاليا، اسبانيا، فرنسا. لما يحب يحصل على الطاقه الجزائريه هاي لك. ليست هناك ضروره باش يبني معك علاقات ولا يحترمك ولا يفكر في انك تزعف ما تزعفش. ما على بالوش بيك كاع، ويدي الطاقه من عندك. سلموا لي على الناس اللي مازال ما فاهمه. واش صرا؟ تحول كبير في العلاقات الدوليه صرا في الجزائر، تحول كبير. هذا مكسب لازم الجزائر تهدر عليه ليل ونهار. التأميم الثاني للغاز مكسب، لازم العدو تاعك يعرف به. لو كان هما يقول لك الجزائريين بهالل حققوا مكسب هما ما على بالهمش به. تظاهر بالضعف خلاص فتناها مرحله التظاهر بالضعف. احنا رانا مقبلين على عهده ثانيه. دوكا تقول لي بايدن راح يستمر في التظاهر بالضعف لانه النظام تاعو يرشح من هو الاضعف، اذا مستمر في التظاهر بالضعف. بصح احنا مبرر باش نبقاو محافظين على سياسه التظاهر بالضعف. مبرر انا ما نشوف فيه. بالعكس الجزائري محتاج انه يفتخر ببلاده وانجازاته. شغل احنا رانا نحسوا بلي احنا نكذبوا على الناس. كي يشوف كلامنا لا يسوق في الاعلام الجزائري يقول كذا ويكذب، ما كاش منها. وكان جات صح لو كان الاعلام الجزائري يهضر عليه. اذا ان شاء الله كنا فدناكم بهذا. نعتذر مع نشعل نقرا التعليقات تاعكم، ونعتذر على نشوف لا ظهرنا مازال ما بناش ولا بنا ولا ما فهمتش انا. إيه. مانيش لايف. نو مانيش لايف. انا في الصفحه تاعي مانيش لايف. ممكن انت تدخل الصفحه تلقاني لايف. اذا انت دخلت للصفحه ولقيتني لايف عندك الزهر. انا ندخل صفحتي مانيش نلقى روحي لايف. يا سبحان الله، والله غير تحير. هي ما تحير ما والو، انا على بالي بها هكذا دايره. معليش ما فيها والو خوتي. كيف ما كاش. اخر بث مباشر هو تاع يوم الاثنين تاع البارح. اخر بث مباشر هذا هو. اخر فيديو في الصفحه هو هذا. الوغ كو انا راني دوكا درت فيديو. معليش خاوتي ما كاش مشكل. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه خاوتي. شكرا على المتابعه، يعطيكم الصحه، شكرا.